تعرفي بقى لو جبتي كوباية عدس وكوبايتين من الرز هتعملي احلى غدا، البيت كله هيتغدى وهيشكرك وهيقولك انت عاملاه ازاي. يلا على طول نعمل لايك وشير ويلا نشوف طريقتنا. في الاول كده معايا كوبايتين من الرز وكوبايه من العدس. العدس الاصفر العادي طبعا متنقيين ونضافوا زي الفل، ابتديت اقلبهم مع بعض بالشكل ده كده، وبعد كده على طول هروح اغسله ونضفه وارجع لكم نشوف هنكمل بقيه الطريقه بتاعتنا ازاي. بس هسيب لك بقى التطبيق المجاني بتاعي اللي بجيب كل الافكار دي من عليه، هسيب لك واحد للاكلات واحد للحلويات في اول تعليق تحت الفيديو، حمليه عندك واستفادي بيه. هنا بقى جبت الحله وحطيت معلقتين 3 كده كبار من الزيت، ولو مش عايزه تستخدمي الزيت استخدمي السمنه زي ما انت عايزه. جبت بصلايه متوسطه متقطعه مكعبات صغيره بالشكل ده، ابتديت ان انا اقلب البصلايه لحد ما تدبل، انا مش عايزاها تاخد لون خالص زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي بالظبط كده. اول ما بقت شقره شويه نزلت بالعدس والرز بتاعي. واهم حاجه بقى لما نغسله نستنى لما الميه بتاعته تبقى فاتحه، يعني ما يكونش فيها نشا خالص علشان ما يعجنش معاكي. بعد كده بقى هنبتدي ان احنا نقلبه ونديله بقى وقته كده في التشويح، خليه يتشوح حلو قوي علشان ما يعجنش معاكي، عشان تعملي احلى كشري اسكندراني بابسط طريقه ممكن تتخيليها، ويكون الغدا معاكي جاهز بعد 5 دقايق. هنا بقى هنحط ملح وهنحط كمون وهنحط مرقتين كده من الدجاج. في ناس ما بتحبش تحطها بس انا بحطها بتديه طعم حلو قوي. حطيت الكمون ومرقه دجاج والملح وكركم بس كده، مش هنحط اي حاجه تاني. الكركم عشان بس يدينا لون حلو. وهنبتدي بقى نشوحهم كده. طبعا الرز معايا اتشوح تماما، بس هدي بس تقليبه كده مع التوابل مع الكشري، وبعد كده هننزل بالميه بتاعتنا. بس خليكي انتي ماشيه على الخطوات دي وانتي هتعملي حبه كشري تحفه. قلبت كده لحد ما اتاكدت ان انا قلبت كل البهارات مع الرز زي ما قلت لك. لو مش عايزه تحطي ماجي ما تحطيش، مش عايزه تحطي كركم برضو ما تحطيش، هو ما فيهاش الوصفه الاساسيه هي ملح بس. بس انا بحب احط كمون واحب احط كركم واحب احط ماجي بيدوها طعم حلو قوي. هننزل كده بالميه بتاعتنا يا دوبك نغطي الرز زي عقله صباع، يعني يبقى فوق الرز بعقلة صباع المية عشان تطلع معاكي مظبوطة. قلبي بقى كويس قوي وسيب النار بتاعتك عالية. اول ما يتشرب نوطي النار شمعة ونسيبه يستوي على مهله زي ما انت شايفه كده، ما بياخدش وقت خالص. اعملي بقى جنبه شويه سلطه، اعملي جنبه شويه طماطم متحدقه، شويه بتنجان. اكله يا بنات سهله وبسيطه، وبجد الاكلات دي اكلات الزمن الجميل، حلوه قوي قوي قوي. لو لقيتوا بقى ان انتوا استفدتوا من الفكره بتاعه الفيديو بتاعتي ما تنسوش تعملوا لايك وشير ومتابعه، وكمان تقولوا لي من اي بلد بتشوفوني. باي باي.